لما اسال عن واحده بس وتطلع الواحده اللي ما تشبعش حد ب 220 جنيه، فلا نعملها بقى في البيت باربع كوبايات بس من الدقيق، وكمان من غير تخمير. ولو كانت بتلزق معاكي هقولك تعملي ايه وازاي الجبنه بتاعتها تكون سايحه، وكمان الصوص بتاعها يكون خفيف، مش كانك بتاكلي حاجه كده بصلصه يعني. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا مع بعض، خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. اول حاجة هبدأ ان انا احضرها الحشو وكمان الصلصة بتاعتها، علشان لازم دول يكونوا باردين، دي خطوة مهمة جدا. للصلصة هحط كده 6 طماطمات مع نص بصلاية، 10 فصوص من الثوم، نص كوباية من المية، وهرفعهم على نار هادية. انا عايزة بس الطماطم في الاخر تتقشر معايا بسهولة. للحشو بقى بشرت كده نص بصلايه، منكترش بصل، عليها ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ودي هتعمل لك اكبر صينيه في صواني البسبوسه. بديها اول حاجه بدي البصل تشويحه، بعد كده بدي اللحمه كده صدمه لحد لونها ما يتغير، وننزل بقى بالبهارات وما نكترش شويه كده من بهارات اللحمه او ال7 بهارات، رشه ملح ورشه فلفل اسمر وبس كده، ما تكتريش علشان طعم البهارات ما يضغيش على طعم اللحمه. كده خلاص كانت الصلصة عندي او الطماطم خدت غلوة، وطبعا كنت عاملة شق كده بالسكينة في الطماطمية علشان تتقشر معايا بمنتهى السهولة. اول ما لقيت ان خلاص القشرة بتاعتها فكت منها، دخلتها كده في الهاند بلندر او اي خلاط عندك، اديها كده ضربة ومش هنصفي ولا اي حاجة، نحطها زي ما هي. للصلصة بقى هناخد نص معلقة صغيرة من السكر نسيحها الأول، ودي بتديني القوام المطاطي شوية أو الطعم المسكر شوية لبيتزا الصلصات اللي احنا بناكلها. اول ما السكر معايا ساح، بدات ان انا انزل بالصلصه زي ما قلت لكم بدون ما تتصفى، وبعد كده بحط لها رشه من الزعتر، ودي مهمه جدا ودي اساس طعم البيتزا، ورشه كمان من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، ما بنكترش بهارات خالص. قلبنا كده تقليبه حلوه، بعد ما تاخد لها غلوتين هحط معلقه زيت كبيره وهقفل النار وهسيبها لحد ما تبرد تماما. وتعالوا بقى نحضر العجينه. اول حاجه هنزل بكوبايه من الميه الدافيه، عليها معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ما نحطش كيس الخميره كله، وهنبدا بقى نقلب لحد السكر ما يدوب معانا تماما. ولو الخميره لها عندك فتره فيفضل تسيبيها 10 دقايق قبل ما تحطي الدقيق. بعد كده هنزل ب4 معالق كبار من الزيت، ممكن تستخدمي زيت زيتون او زيت الاكل العادي. وعندي هنا بنفس الكوباية 4 كوبايات من الدقيق، ما يعادل نص كيلو. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الحليب البودر، حابة تحطي زبادي ماشي، مش حابة هي كده اقتصادية وتطلع طعمها تحفة جدا وان شاء الله تدعيلي عليها. جنبي بقى نص كوباية مية، ضفت لها كمان معلقتين من الزيت، خلاص قلبتهم كده. نزلت اول حاجة كده بربع كوباية مية تاني على العجين لحد العجينة ما تلم معايا، ما اشوفش اي ذرة عجين جاف خالص. هبدأ ان انا اعجنها كويس جدا او ادخل بس كده المكونات في بعضها. بعد كده هغطيها وهسيبها 10 دقايق، خلاص العجينة بس تريح علشان ما تغلبنيش بعد كده. ولسه معايا اهو في بقيه الكوبايه ربع كوبايه ميه بالزيت. بعد ما عدى ال10 دقايق هحط بقى بقيه الميه اللي كانت موجوده عندي، يبقى هي كده اخدت بالظبط 300 جرام ميه على النص كيلو من الدقيق، او ال4 كوبايات من الدقيق، او ال500 جرام من الدقيق. ناخدها بقى على الرخامه، عجنه كده محترمه، عجنه حلوه علشان تاكلي لقمه طريه. خلاص هتكون بتلزق بسيط جدا في ايديكي، ودي خطوة مهمة جدا، لازم تكون بتلزق في ايدك عشان تطلع العجينة مفتوحة وطرية ومش مكتومة. بعد كده هنريحها 20 دقيقة فقط، مش اكتر من كده. بعد ال20 دقيقة اللهم بارك حجمها الضعيف معانا، كلها فقاقيع هوا، بتقولك يا بنتي يا أمولة تسلم ايديك انتي ملكتيني كويس. طيب الكمية دي تعمل قد ايه؟ يا اما هتعمل 3 صواني صغيرين، يا اما اكبر صينيتين في صواني البسبوسة. تمام، انا كده بعجق يعني هخبز في اكبر صينيتين، ما شاء الله الصينية الكبيرة تقريبا حجمها 32، الصينية التانية تقريبا 28 او 30 و28. خلاص قسمنا العجينة بالنص، ولو مش عايزاها كمان سمك اللي انا عملتها في الفيديو تقدري تقسميهم على 3 صواني لو مش عايزة تعملي لها حواف. خلاص كده بعد ما حطينا العجينة هنريحها برضو هنا كمان 5 دقايق بس تريح معانا علشان تتفرد معانا بمنتهى السهولة. كده خلاص بعد ما عدى ال5 دقايق هبدأ بقى ان انا ابططها واملى بيها ما شاء الله الصينية كلها.
وانا بعمل يا اما هتخليها زي ما هي براحتك، يا اما هتعملي لها حواف. وانا بحب الحواف كده بتبقى في مسكه البيتزايه وتقطيعها بيبقى شكلها حلو قوي. بعد كده شايفين التجويف اللي انا بعمله باطراف صوابعي ده؟ لازم يعني لو انت هتعملي حواف تعملي التجويفه دي. بعد ما خلصتها نجيب بقى شوكه ونفتح بس القاعده بتاعه البيتزا مش الحواف اللي احنا عملناها. كده خلاص ركنت دي على جنب وعملت كمان التانية. نجيب بقى الصلصة، مش هيصة، هي انت مش بتاكلي بيتزا صلصة، في ناس بتعملها صلصة وجبن بس، ولكن الاصل فيها الحشوات بتاعها او الجبنة هي اللي تكون كتيرة مش الصلصة. فانا بحط مثلا معلقتين كبار كده للصينية، حلو قوي، يا دوبك كده بس اشوف لون احمر على البيتزاية، ما نكترش علشان برضو الصلصة هتخليها مكتومة وما تستويش، تبقى مكتومه كده ما تستويش كويس معاكي. بعد كده نحط الحشو بتاعنا. انا هعمل الكبيره باللحمه المفرومه اللي عملتها معاكم، والصينيه الكبيره بتاخد 200 جرام بالظبط من اللحمه المفرومه. اما دي عملتها بالسوسيس، ويفضل كمان لو انت بقى عاملاه في البيت وبيبقى يعني جبت من الاخر كل حاجه ان شاء الله تكون صحيه. بعد ما حطينا الحشو بنفرد فوقيه طبقة الجبنة، وطبعا لو عايزاها تمط اكتر بتكتري جبنة اكتر وتدفعي فلوس اكتر. خلاص. بعد ما حطينا الجبن بنحط زيتون، ما نغرقهاش، فين فين كده زيتونة، تمام، وفلفل اخضر، وهكذا لحد ما بنخلصها. هنركز بقى في دي عشان التانية كنا بنتكلم في حاجات تانية. حطينا الصلصة، وادي كده اللحمة المفرومة. الصينية الكبيرة اخدت ال 200 جرام كلهم من اللحم، تمام. هما ما يجوش بصراحة ربع كيلو، يعني 200 جرام او اقل كمان. المهم هفردها كده بالشكل ده، ودي اكتر حاجة بنحبها في البيت. بعد كده هنبدأ برضو نحط عليها طبقة الجبنة. الجبنة بقى علشان تسيح ما تروحيش تجيبها لي من التلاجة، مش بقولك بقى الديب فريزر او الفريزر تكون مجمدة، لا، ما تجيبيهاش اصلا من التلاجة. نويتي تعملي بيتزا هتطلعي الكيس كده على رخامة المطبخ، يعني عايزين نحط الجبنة بحرارة المطبخ علشان تسيح معانا وتمط معانا. حطينا طبقة الجبنة، حطينا الفلفل الحار قطعنا حتت صغيرة، وكمان الزيتون، وحاجات بسيطة خالص. بعد ما خلصت حشو الاتنين هبدأ أخبز على طول. هجيب أول صينية هدهن حوافها كده بس بالحليب، تمام. بعد كده هدخلها الفرن، اول رفع عندي مش على القاعده، فاول رفع عندك في البوتاجاز على اعلى درجه حراره. هتاخد معاكي قد ايه اول صينيه؟ 12 دقيقه، ما تكتريش عن كده. مجرد ما الاقي الحواف بتاعتها احمرت هقفل تحت واشغل الشوايه تاخد لسعه كده، تحميره بسيطه. ما نزودش تحت الشوايه دقيقه او دقيقتين بالكتير، علشان الجبنه لو قعدت كتير في الفرن هتلاقيها ان هي مش هتمط معاكي اصلا ومش هتكون سايحه. طيب لو العجينه بتلزق معايا، البيتزا نفسها بتلزق معايا في الصينيه، اعمل ايه؟ عارفه دقيق السميد بتاع البسبوسه اللي هو بيتباع السايب، مش الاكياس، عشان الاكياس بيكون فيه جوز هند وحاجات كده، لا، احنا عايزين السايب. ترشي رشه كده بس في الصينيه وخلاص. طيب في الاصل الصينيه اصلا بتدهن، لا ممكن ما ندهنهاش اي حاجه، نرش رشه فقط من سميد البسبوسه وخلاص كده، لو كانت الصينيه اصلا بتلزق معاكي. ودي بتكون النتيجه. اتمنى حقيقي تجربوها. الفيديو خلص، مع السلامه.